أصدقاء قناة ممراتزي، مرحبا بكم. مصادر مطلعة تؤكد بأنه قد تمت الإطاحة بعدد من رجال الأعمال في تونس، ومن بينهم وزيرا سابق، وذلك فيما يتعلق بقضايا ذات صلة بملفات الفساد والتورط في صفقات مشبوهة. ووفق ما نشرته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم، أنه قد تمت الإطاحة بهؤلاء المجموعة، وذلك بتسجيلات لمكالمات هاتفية. حسب نفس المصدر، فإن من بين المكشوف عنهم واحد من كبار رجال الأعمال اعترف في تسجيل أنه تورط في عدد من التجاوزات، وبالتالي خوفا من كشف أمره، خاصة بعد الأوامر التي جاءت من الرئيس قيس سعيد بفتح تحقيق للبحث في كل التجاوزات في الفترة السابقة، فقد قرر هذا الأخير الهروب من البلاد. هذا ما جاء في مكالمة الهاتفية مع طبعا واحد من شركائه في عمليات الإخلال وقضايا الفساد والتورط في صفقات المشبوهة. ثم وفي موضوع ثاني، انه المره هذه باش نحكيو على رئيس دوله سابق فر من تونس، او انه صدرت في حقه بطاقه جلب الى تونس. الرئيس السابق منصف المرزوقي، ناشط سياسي في المغرب، يعلن في تدوين ليه يقول بانه منصف المرزوقي مقيد، والسلطات المغربيه تقيد حركته، ما عندوش الحق، وهذا في حاله ما سمحت له بالزياره ما عندوش حق، لا يخرج، لا يعطي تصريح، فقط تقابل عائلته الموجودة الغادي أي في المغرب. ويشاع بأن السبب ليس له علاقة بتونس، وإنما بموقفه من القضية الفلسطينية، وهذا بسبب معارضة خطابه لموقف المملكة المغربية. في هذا الصدد يقول سفيان بن حميدة أنه تسكرت عليه البيبان، ولنفع معه بوسين اليد للملك، ولنفع التملق نتاعو وقت اللي كان رئيس لجمهورية تونس. لكن الحقيقة السبب المطروح من قبل سفيان بن حميدة الغير أكيد، ولا بد من انتظار المعلومة الصحيحة لسبب هذا الحصار والتضييق على منصف المرزوقي. اعتبر أيضا سفيان أنه ينجم يكون عربون تسامح وتصالح تقدمه هنا ملك المغرب من أجل تجاوز الأزمة، وقد يكون في إطار التمهيد لتسليمه للسلطات التونسية واعتبار بطاقة الجلب الصادرة ضده. المرزوقي لم يتأخر في الرد عن هذا الكلام، حيث كشف على صفحته الرسمية عن توضيح حول الأنباء التي تحدثت عن منعه من قبل السلطات المغربية وتقييد حركته. قال بأن الجهات الرسمية مكنته من القيام بزيارة عائلية فقط. هنا نعرفوا أنه عائلة المرزوقي تعيش الآن في المغرب، مشدد على عدم التصريح بشؤون سياسية، على عدم التواصل مع أي جهات حقوقية أو سياسية، وبالتالي هنا المغرب تمنعه أو تقيده كيف ما سبق وقلنا من أنه يقوم بأي نشاط سياسي أو يبدي رأيه. وبناء على ذلك قرر المرزوقي تأجيل الزيارة لوقت لاحق، وأشار إلى صداقته الطويلة في المحافل الحقوقية والسياسية بالمغرب. ثم وفي موضوع آخر، معلومات جديدة بخصوص منع ابن رئيس الترجي الرياضي رجل الأعمال حمدي المدب من السفر، حيث تم منع نجل رجل الأعمال المعروف حمدي المدب من السفر نحو الإمارات العربية المتحدة من طرف شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي، وتوجيه استدعاء له للمثول أمام القطب القضائي المالي. وقد كشف المحلل السياسي نجيب الدزيري بخصوص تفاصيل هذه القضية قائلا: فما شكون استفاد من الدولة، وهذه حالة طبيعية، القضاء يلزم يخدم على روحه. وهذاك علاش خلى وزيرة العدل مؤخرا في البرلمان تقول بأنه الأعلام قاعد يخلوض برشا، واللي هي كان معناها أبداوا استغرابهم الكبير من كلام وزيرة العدل. على كل حال ما زلنا مع هذه القضية وغيرها من القضايا، ما فقط ما تنساوش انكم تعملوا اشتراك باش يوصلكم آخر الأخبار لحظة بلحظة وبشكل حصري بمشيئة الله. وشكرا.